هو انت دلوقتي بتعملي ايه؟ بتاكلوا البنات؟ انت شغاله؟ مفيش مشكله. خليكي بس معايا شويه. هو يعني كده خليكي كده قدام اللايك كأننا مش انت عندك دقيقتين 35 ثانيه بس. ليه؟ طب ما عملتيش ليه افصلي واعملي حاجه اعلى. ايه يا حبيبي. علي ده الوقت. لا مفيش. ده مساء يعني. بصوا يا جماعه، احنا هنا بنعمل مخلي البندوره او مخلي الطماطم، اللي هو ايه؟ بنعمل ده كده. بنفشل الطماطم كده 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 كده. ماشي، بس عشان وقت الفيديو انا عارفه ان هو قليل شويه، بس انا هحاول على قد ما اقدر ان هو يجيب الحاجه اللي انتوا عايزينها كلها. بصوا عشان ما اطولش عليكم، احنا بنبشر كده. هوريكم دلوقتي، خدي ده. هوريكم دلوقتي منظر البشر بتاع الطماطم هيبقى ازاي. خد قد ايه وقت؟ لسه كده بقى دقيقه. كلها نبشرها بنفس الصوره كده عشان القشره بتاعتها مش هتمشي مع المخلل اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نعمل مخلل ان انا في اي وقت اقدر مع الفطار مع الغدا مع العشاء، ماليش مزاج لحاجه، عايزه اكل واحده توست بس اطلع منه وافرد يديني طعم وما يكونش حادق عليا، لان الطماطم اساسا املاح، وفي نفس الوقت اقدر استلذ بطعم حلو انا بحبه. بالروزماري اوكي، بالزعتر ماشي، بالسماق ماشي. انا عملت كله وهوريكم دلوقتي هنسويها ازاي او هنعملها ازاي من غير ما تبقى فيها اي تكلفه علينا، بل بالعكس. ده انت ممكن تجيبي البصرمان ده من بره بالثوم. احنا كده بس عشان يعني انا بحاول على قد ما اقدر، عايزه اوريكم بشر الطماطم هيبقى شكله ايه. احنا هنعمل البطرمان ده يعني اللي هيتعمل قدامكم على اللايف على طول. ده البطرمان اللي هو نصين، نص مشكل نص مبشور ونص طماطم سليمه. اوكي، ليه بقى؟ عايزه تحطيه على بطاطس، عايزه تحطيه على مكرونه، صلصه مكرونه، عايزه تحطيه على الصلصه بتاعت البيتزا، عايزه تعملي بيتزا اللي هي الميني بيتزا، هتلاقيه حاجه تانية خالص. يعني هيديكي حاجه مش متخيلها، بس هي حاجه جميله. انا مش عايزه احط في ده مكعبات، هوريكم التاني اللي انا حطيت فيه مكعبات. ماشي، فهنبشر مع بعض دولت. بس انا عايزه اقول لكم والله بجد هتلاقوا فيها استمتاع وهتلاقوا فيها حاجات يعني مش عارفه اقول لكم ايه. قد ايه اتضح ان احنا كنا حاضرين حكايه مخلل الطماطم ده. والله بجد ممتع جدا جدا. انا ما حبيتش اعمله لكم غير لما اجربه الاول، فجربته بصراحه. عارفين بطلع معلقه كده بس بالفلفل الحار طبعا، جنب حته جبنه كيري، جنب حته جبنه رومي، جنب اي حاجه. عايزه تزودي سنه ملح زودي، مش عايزه لا خلاص. انا حتى بعد ما كنت هعمل لكم ده اللي هو المكعبات قلت لا عشان عايزه واحد بس مكعبات، وانا عملته خلاص اهو. ده مكعبات بالثوم الصحيح ماشي، وبروزماري وبالسماق بسيط. ده مشكل ده تحطيه بقى على اي حاجه مأكولات تدخل جوه النار على طول، او لو عايزه منه برضه تطلعي معلقه والله هيبقى تحفه. الناس اللي بتحب الحاجات الحامضه هيعجبها قوي. الحاجات اللي طعمها حامض لسه يعني لا كان عايز يطلع.
شوفي كده فاضل قد ايه عشان معاك لغايه 14 دقيقه. والله حلو. بس الاول ما كانش فيه مش عارفه ليه مساحه. ليه ما بنحطش القشره؟ عشان انا لسه بقول لكم ايه، انتوا هتاكلوه مع اي حاجه هتفردوه على واحده توست، فاكيد انا عايزه الحاجه اللي ما الناس تقوليش ايه لا ده طفل مش هيعرف ياكلها، لا ده مش عارف حد كبير وما يعرفش يهضمها. لا، انت بتاخدي اللبابه بتاعت بس ما بتاخديهاش معصوره، بتاخديها مبشوره. يعني انا لو عايزاها بش صغير انا عندي في المبشره بش صغير. انا عملت بالفلفل الحار، وعملت بالفلفل الحار الاحمر والاخضر، وعملت بالروزماري، عملت بالثوم المبشور، وده هعمله قدامكم ثوم صحيح وفلفل بس. ماشي. لو من ساعه ما خرجت يعني محدش فيكم حط يبقى انا اعرف. بصوا بقى القش دوت انا مش عايزاه. شفتوا بقى لو انا في بيت العاشر دلوقتي كان زمانه طلع لمين؟ للبط والفراخ وكده. انا بجيب بطرمانات بلاستيك اللي هي بتشيل كيلو، بس للاسف خلصت من عندي، وانتوا عارفين انا لما بيكون ما عنديش بحط في بطرمانات الازاز العاديه. اهم حاجه بقى عشان انا بس في حد علق لي كده وقال لي هو حضرتك ليه مش زي مدام فلانه، بغض النظر عن اسامي ما بحبش اذكر اسامي، مش حاطه لنا مانيكير وطالعه بوشك انا على ما اظن لما افيدك اهم ما احط مانيكير واحط باديكير، وغير كده انا بصلي معلش. وما بعترفش بحكايه ان انا احط حنه واحط مش عارف ايه ولا اشيل ضوافر واحط ضوافر، وغير كده انا ست 500 يعني حقيقي مش بتكلم بنوته عندها 20 سنه عايزني اطلع لك باحمر واخضر، معلش حقكم عليا يعني. انا حتى الناس زعلت مني، الناس اللي مسؤوله عن الصفحه عندي وقالوا لي المفروض ما كنتيش شلتي الكومنت بتاعه ده بيرفع لان انتوا عارفين الصفحه عندي مش هتترفع طبعا عشان انا ما بطلعش اكدب عليكم في حاجه، فنسيت اتعلم. بس انا مش عايزه اتعلم الكدب بصراحه، بس عايزه اتعلم النفاق. انا للاسف اللي بعمله قدامكم بوريه لكم على طول، ما عنديش حاجه اللي هي ايه اعمل بربع كيلو قدامكم ومن وراكم عامله ب5 كيلو، لا. وانا اصلا زهقت بصراحه من اللف والدوران بتاع الناس يعني. على فكره المصفى دي جميله جدا، البنات حلوه اللي بتجهز المصفى دي حلوه قوي قوي قوي. انا عشان عايزه اخلي البندوره دي، بصوا دي قطعه فيها كبير وصغير وفيها شرايح للجزر والحاجات دي، وفيها الحله ديت عشان انا بخلي فما ينفعش يبقى فيه ميه. ماشي انتوا شايفينها عشان ما ينفعش يبقى فيه ميه. بصوا الميه كلها فين. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده بطرمان قلنا اللي فيه قطع وفيه بيتغطى بايه؟ ثواني، بيتغطى بزيت زيتون. بصوا هوريكم دلوقتي هنعمل ايه بالظبط اللي يخلي البطرمان. اول حاجه انا معلش بس هنعمله بخل مع بعض وهنظبطه مع بعض. ماشي. هنحط فيه شويه خل وهنقفله بغطاء وهنربه كده. بصوا
بعد كده هنرمي الخلي ده ملوش اي ايه لازمه. بعد كده هنجيب كده وهنحط الايه الطماطم بتاعتنا الجميله. هنعمل ده كله مبشور عشان احنا قلنا ان التاني ده عملناه فيه مكعبات. اوكي. ايه مش عارفه في ايه النهارده طريق خليل زهق تعب مش عارف. قلت ان هو بقى عايز يصوت لها. يا لهوي ده كان بيلاللها من شويه. انا بقول دخليه والله، بقول دخليه. بصوا دي الميه بتاعت الطماطم اللي كنا لسه بنقول عليها، شايفاها يارا؟ ايوه هو بقى بيصفي لنا الميه دي. الميه دي انتوا ممكن تاخدوها بقى تجربوا بيها لو في عندكم صلصه او حاجه. ها عايزين يعملوا لكم مكعبات، بنتي بتقول يعملوا لهم مكعبات عشان يشوفوا ازاي، عشان الباقي كله بقى اتحط كده من غير مكعبات ومن غير حاجه. هاتي كام فص توم. طبعا ده انا حاطه فيه توم كتير قوي، ولا بلاش توم، كفايه عين توم كده صح ولا ايه؟ انا حاطه واحد توم بس مهروس، وواحد ده فيه توم بصوا هتقطعي الفلفل كده شويه ايه ماشي اللي هي حلقات. هنحط معلقه بسيطه من السكر مادة حافظة، وهنحط معلقه خل. ده مادة حافظة يا جماعه. الحاجات دي انت لو بيتك في مكان ما فيهوش حراره عاليه، بس برضه عشان اوريكم ان لو اتحط عليه مش هيجرى معاه حاجه. دوت اللي احنا ممكن نزود عليه سنه ملح. هنقطع الطماطم كده. عندك بنجر، ده كمان هنحط معاه بنجر ماشي، يعني هو هيبقى كده. اعمليها بس بالقشاره كده، شيلي القشره دي. انا عايزه نصها مش عايزاها كلها. انا عايزاكي الطماطم اللي انت بتجيبيها لو خدتي منها هقولك ايه مش ربع كيلو، لو خدتي منها بسيط البسيط حضرتك هيبقى عندك الحاجه اللي انت عايزاها واكتر. ماشي. القطط اللي عندي بتحب الطماطم بس بتحب القلب بس. شايفينها؟ انا عايزه اقول لكم ان طعمها بيبقى حلو جدا جدا جدا. معلش العطل اللي حصل ده او الخطه اللي حصلت ديت غصب عننا، حقكم عليا. عايز ايه كوتش؟ نو اهو. هنحط على ده بقى شمندر اللي هو لسه قايله اسمه بنجر الحقل. معلش يا جماعه قطتي لسه عامله عمليه. هنحط مكعبات البنجر ماشي. مش هنحط كتير، احنا خدنا نص واحده بس. انا كان نفسي يبقى عندي جنزبيل بس للاسف خلص، لان ما ينفعش جنزبيل بودر، بس لو جنزبيل يعني فريش كان هيبقى تحفه. بس اوعدكم لما اجيب هعمل. مش ولا حتى نعمل بطرمان واحد، ما احنا بنعمل اي اكل
انا عايزه اقول لكم ان من اجمل الحاجه اللي انتوا بتعملوها الحاجات اللي انتوا بتعملوها بايديكم في بيوتكم. الناس العبيطه بقى اللي تقول لك ايه، لا والله انا من ايه، انا رايح اشتري من سوق. روح اشتري يا حبيبتي، احنا ما والله ما قصرت. روح اشتري، ما تعرفيش تعمليه بايه اعمليه بايه. البطرمان دلوقتي بقى بيوصل 200 و 250 جنيه. هبشر ديت عشان ايه؟ انا محتاجه البشر اكتر. انا عايزه البطرمان ده ما يبقاش فيه بس. بشرنا الطماطميتين خلاص، واحنا كده كده حاطين معلقه الخل وحاطين معلقه السكر. مش هنحط ملح برضه عشان في الاخر الملح بيبقى احتياجي. لما تطلعي معلقتين قدامك في الطبق بحط عليهم الملح اللي انت عايزاه. اوكي. بنغطي بايه؟ بنغطي بزيت زيتون. ماشي، هو شويه زياده حقكم عليا، بس كده كده لما بتيجي تطلعيه بتلاقي نكهته حلوه قوي قوي قوي. جيبي اللي هو معصور على البارد، ما تجيبيش زيت الزيتون العادي. بصي هتلاقي مكتوب في النسب بتاعته زيت زيتون نسبه حموضه 1%، عصر على البارد. الحمد لله ده بيوفره لنا الجيش يا جماعه، الجيش والشرطه. المنافذ بتاعت الجيش والشرطه بيوفروا لنا. انت لو جيتي تجيبي زيت زيتون ونضيف من بره مش هيقل الكيلو بتاعه عن 400 500 جنيه. المنافذ البيع بتاعت القوات المسلحه او الشرطه بتوفره لنا بسعر كويس قوي، وموجوده في كل مكان. عشان ما فيش واحده بقى تقول لي كتير ومش كتير وغالي ومش غالي. لا، انت ممكن تروحي تجيبي الريتلي ما اعرفش تقريبا ب 100 جنيه، مش عارفه كام بالظبط يعني. ادي كده احنا قفلناه خلاص. ده 3 ايام بالظبط. حضرتك حطيه في قلب التلاجة او حطيه في مكان بارد عندك بدون مكان ما فيهوش حر، عشان الحر بيفسد اي حاجه. ودي حاجه انتوا اكيد فاهمينها يعني. انا مش محتاجه اعرفكم، بالذات المامز الكبيره عارفين الحاجات. بس انا عشان عندي الجو حر، لان انا قاعده في مكان بعيد شويه ماشي. ديت اللي احنا عملناها دي عباره عن طماطم وزيت زيتون بس، ما حطيناش اي حاجه تانية. ديت فيها طماطم وفلفل حار وسماق، وفيها طماطم وفلفل حار وروزماري. دي طماطم وروزماري بس، وكله متغطي زي ما انتم شايفين زيت الزيتون. شايفاه؟ وده لازم مش بمزاجنا عشان نقدر نحكم الليله. ما هيشضعش نتعمل خلاص تلبس. حلو قوي حلو قوي. لا دول انت خلاص تلبس. شكرا. ده عملنا فيه ايه عشان نقفله كده؟ حطيناه في حله فيها ميه مغليه شويه وطلع بالصوره دي. احنا دلوقتي عندنا من مثلا نقول ايه، كيلو طماطم، كيلو ونص، 2 كيلو طماطم. والله اكتر، لان البطرمان ده مش 2 كيلو. هنقول مثلا من 3 كيلو طماطم عملنا ادي بطرمانين، ادي 4. يوم ما مش هيعملوا معانا حاجه، عملوا معانا 3 وشويه ورمينا القشر واستفدنا باللبابه. عملنا حاجه نقدر نعمل منها مكرونه شغال، صلصه كشري شغال، صلصه المحشي شغال. هتاخدي معلقتين مع الصلصه اللي انت عاملاها هتديكي طعم وريحه. طبعا زي ما بقول لكم اي معلقه هتطلعوها بس من بطرمان في قلب طبق. عايزه تزودي سن التلح زودي، بس انت هتستمتعي بيها مع واحده توست، مع اكلك اللي انت بتعمليه بالنكهه اللي انت عايزاها، ودي اجمل حاجه. شكرا ليكم. من فضلكم نحاول نعلي الصفحه شويه عشان نقدر نكون موجودين على الساحه. اوكي. نشترك في القناه، نفعل الجرس. اي حاجه منكم، كومنت جميل منكم هيرفع معانا معنوياتنا وهيرفع معانا نفسيتنا حلوه قوي. اتمنى تشرفوني. باي باي.